أعزائي المتابعين، أهلا بيكم. هنتكلم النهاردة عن الشخصية المؤذية. واحدة من أشهر أنواع العلاقات السامة هي التعامل مع الشخصية المؤذية. والسؤال: من هو الشخص المؤذي؟ وإيه هي دورة حياته وطرق التعامل معه؟ أولا، الشخص المؤذي هو الشخص اللي أذاك نفسيا وماديا وحياتيا، وعمره في يوم ما هيعترف إنه أذاك، بل بالعكس هتلاقيه بيملى الدنيا صراخ وعويل إنك أنت اللي أذيته، وهيقول أكتر من كده كمان. والمفاجأة بقى إنه بيكون مصدق نفسه، وبيتكلم عن ثقة ويقين للدرجة اللي هتوصلك إنك تبدأ تشك في نفسك، وتسألها هو إزاي الشخص المؤذي دايما مصدق نفسه كده. ثانيا، الشخص المؤذي عمره ما هيعترف إنه ظلمك أو دمر حياتك، بل والأكتر من كده إنه عمره ما هيشوف نفسه غلط مهما عمل فيك. هو مش بيتخيل أو بيكذب، لا، هو معذور. هو بيوزن تصرفاته من وجهة نظره المريضة واضطراباته النفسية اللي بتخليه شايف إنه صح وإن الناس كلها غلط، وبيحاول ياخد ساتر من إنه يواجه نفسه بالحقيقة المرة، زي البخيل اللي بيتهم الناس بالبخل، أو عديم المبادئ اللي كل كلامه عن المثل والقيم، وهكذا وهكذا. ثالثا، الشخص المؤذي هتلاقيه دايما شايف نفسه ضحية ومسكين ومقهور، وعلى طول بيتكلم عن الدنيا اللي ظلمته والناس الوحشة اللي ربنا ابتلاه بيهم في حياته. ودور الضحية ده بيخلق بيه مبرر قدام نفسه إن تصرفاته رد فعل للأذى اللي بيتعرض له، ويوجد لنفسه الأعذار إنه يستمر في أذاه وطغيانه. هتلاقي عنده دايما المبررات حاضرة لتصرفاته الشاذة، زي أنا عملت فيك كذا عشان أنت عملت معايا كذا وكذا. المهم إن المبرر عنده دايما حاضر. رابعا، الشخصية المؤذية هي شخصية درامية تهوي الحزن والنكد، وخصوصا في الأعياد الدينية والأجازات الرسمية باستمرار، لأن الحزن ده اللي بيعطيه الأهمية في الحياة، وبدونه تنعدم أهميته. هتلاقيه على منصات التواصل الاجتماعي صفحته مليانة آيات الورع والتقوى والدعاء على الظالمين، والبكاء على الزمن الجميل وغدر الأحباب وفراق الصحاب والتذكير بالموت والحساب. ويبقى هين عليك تسأله: حضرتك مش هتموت زينا ولا مكمل عندك شوية؟ طيب، مش خايف من عقاب ربنا؟ هل الصورة الوردية اللي بتحاول توصلها للناس عشان يقولوا عليك ضحية هتغني عنك شيء عندما تلقى الله؟ هل الناس المخدوعة فيك اللي بيمصمصوا شفايفهم ويقولوا لك معلش واستحمل هيتحاسبوا معاك؟ السؤال الأهم دلوقتي: إزاي أقدر أتعامل مع الشخصية المؤذية؟ قبل أي شيء لازم تكون متأكد وعلى يقين إن المؤذي عمره ما هيجي يوم ويكف أذاه، ده لأنه ببساطة مش مقتنع أصلا إنه مؤذي، بل بالعكس ده هيستمر في طغيانه وبيبتكر طرق لا تخطر للشيطان على بال. طيب، وإيه العمل؟ أولا، اللجوء إلى الله قلبا وقالبا، وتفويض الأمر لله، ما يهمكش كلام الناس عنك أبدا، في سبيل سلامك النفسي وحق قلبك عليك وحق جهازك العصبي اللي اتدمر بسببه. ثانيا، الاعتزال. هفكرك بقول الفاروق عمر بن الخطاب: اعتزل ما يؤذيك. لم يقل تعايش مع الأذى أو اضغط على نفسك أو حاول تغير الأذى أو. ثالثا، التجاهل. تجاهل المؤذي أيا كان، ولا تهتم إطلاقا بالصياح والعويل والضجيج اللي بيعمله. سيبه ربنا يعينه على الهسهس اللي في دماغه، ولا تلتفت لكلام الناس اللي هيحاولوا يطلعوه ضحية ويطلعوك شيطان رجيم. رابعا،
التركيز في حياتك ومشروعاتك وحلمك وأهدافك، وسيب المؤذي بأذاه وراء ظهرك، لأنك هتخسر تاني وتالت وعاشر إذا ركزت معاه أو اديته الفرصة يعبث تاني في حياتك. خامسا، لا تحزن، وتأكد أن العوض عند ربنا. هو عليم بذات الصدور، وهو اللي عارف مقدار الأذى النفسي اللي تعرضت له. ودايما كرر بينك وبين نفسك الآية الكريمة والمواساة الربانية: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. سلام ومحبة ورحمة من الله عليكم جميعا، ودمتم أعزاء.